تسيب الجمهور هو اللي يمنحك الالقاب. انا بدات من الصفر، قلت ده قبل كده. واسرتي اسره متوسطه، ولكن انا اتربيت احلى تربيه. ابويا ما كانش عنده جنيه في البنك، اهلي ربوني احلى تربيه وعلموني القناعه. اخويا واختي تعليم عالي الاثنين، ومفيش حاجه ما كنت محتاجها. انا عايز جمهوري محبين الخير لبعض، هم عايزين ينجحوا، عندهم طاقه ايجابيه وعندهم باور. استاذ وائل انا طلعت لبست بدله، قلت لهم يا جماعه بقى انا نمبر 1. بتطلع. لا دي اغنيه. شفت؟ خلي بال حضرتك، انت طول الوقت لازم نفتكر اعدائنا عشان ننجح اكتر. طول الوقت لازم نفتكر محبينا. لازم طول الوقت ابقى فاكر دول وفاكر دول. ابقى فاكر اللي بحسدهم قالوا انت هتنكسر زي واللي في قلوبهم عرفوا انت هتنتصر. ليه؟ عشان اعرف اكمل. لو كله حبايبي بس هنجح ليه؟ ما كله هيبقى راضي باللي انا بعمله. انا بتابع جمهوري اكتر ما بيتابعني. كل يوم اشوف، انا متابع كويس جدا عدد الناس اللي دورت على اسمي، الناس اللي عملت لي متابعه على اليوتيوب، على الفيسبوك، على الانستجرام. في نسبه ضد. وانا بنتي اول ما اتولدت وريتها لجمهوري زي ما انا شفتها. حد يدخل يكتب انت اسوه سيئه ويشتم. الاسوه السيئه اللي يدخل الجيش بارادته ولا اللي يتهرب من الجيش ويتجوز؟ الاسوه السيئه اللي بيطلع في البرامج واقول ان انا اشتريت لابويا وامي شقه تمليك وانا ومراتي قاعدين في شقه ايجار، وحاطط رجل امي فوق المكتب اللي انا قاعد فيه، حاطط شقتها فوق دماغي. الاسوه السيئه اللي متجوز وعنده اسره. الاسوه السيئه اللي بيقول ثقه في الله اكتر ما بينطق صباح الخير. الاسوه السيئه ده عمرك شفته قاعد فكر في حاجه غير شغله وجمهوره؟ الناس اللي بتقول بنحمي ولادنا، وشوفوا محمد رمضان علاقته بابوه وامه عامله ازاي. علاقتي بامي، علاقته بولاده، علاقته بعمل انت عامل ده كويس. بيتكلم. لماذا تشوه كل ما هو جميل؟ والله ما بشوه يا استاذ وائل.